الغريب في هذه العمليات ديال النصب اللي شفناه هما ان الضحايا كلهم صرحوا باللي كيحسوا بانفسهم فقدوا الوعي او تعرضوا للسحر او ما يسمى بالطلاميس في اللحظه اللي كيقدموا فيها اموالهم وثرواتهم لهاد النصابه. من اجل تعميق البحث اكثر في هذا الامر اتجهنا عند مفرح رئيس المجلس العلمي بالمحمديه وسولنا على المعلومات اللي كتروج عند البعض وبالضبط واش الامر كيتعلق بتنويم مغناطيسي ام سحر او شعوذه. التنويم المغناطيسي موجود فعلا حسب الدراسات اللي بين أيدينا، أن التنويم المغناطيسي حقيقة واقعة، وهناك ناس يعرفونه وله طرق وله أساليب وهناك معاهد لتعليمه. والتنويم المغناطيسي يمكن أن يؤثر إيجابيا في الشخص، بمعنى أن واحد العدد ديال الأمراض يمكننا نعالجها بالتنويم المغناطيسي. يمكننا كذلك أن نؤثر سلبيا على الأشخاص، بمعنى أن ننوم الشخص مغناطيسيا فنتلاعب به أو نلعبه كما شاء. أما هؤلاء الذين يدعون ما تسميهم بالسماوي لا أعتقد أنهم عالمون بالتنويم المغناطيسي، لم يدرسوه ولم يطلعوا عليه، وإنما هم محتالون. الأمر عنده علاقة بالسحر والشعوذة؟ السحر والشعوذة فيه جانب ادعائي. كيف؟ بمعنى أن الشخص لا علم له بأنواع السحر اللي هي ركينة كما قلت، بدءا بتسخير الجن. يعني أن تسخير الجن أن الشخص إذا استطاع أن يوظف مجموعة من الجن فيحصلون له أمورا أو يقضون له مسائل أو يأتونه بأمور، هذا موجود. ولكن هؤلاء الأشخاص لا أعلم أنهم، ولا يمكن أن نبرهن أنهم يتحكمون في الجن أو يسخرون الجن، وإنما يدعون ذلك. نفس الأمر بالنسبة لبقية الأمور التي يدعون أنهم يستطيعون أن يفعلوا بواسطة السحر أو أنواع من السحر. الخلاصة أن أنواع من السحر موجودة، يعني كتسخير الجن مثلا وما يسمى بالتوكل عندنا في المجتمع المغربي، ولكن هؤلاء الأشخاص في معظمهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى حقائق هذه الأمور، ولا يستطيعون أن يستعملوها في حقيقة أو كما هي متعارف عليها عند أهلها، وإنما هم ناس مدعون منتحلون لهذه الأمور فيستولون على الناس. رئيس المجلس العلمي بالمحمدية أكد باللي التنويم المغناطيسي وحتى السحر والشعوذة موجودين، وهذه حقيقة لا جدال فيها، لكن استبعد وجود علاقتها بالسماوي والكنوز. باش نعرفوا أكثر هذه القضية لكن من زاوية أمنية، رجعنا عند عبد القادر الخراز ضابط شرطة ممتاز سبق واشتغل على هذا النوع من القضايا، وسولناه واش عملية النصب كيتستخدم فيها السحر والشعوذة. السماوي هذه الجريمة هذه راه ما عندهاش علاقة بالشعوذة، غير هذاك الضحية من تتوقع عليه واللي تينصبوا عليه وتيديو ليه فلوسه، تيبقى يقول انا كان شاد واحد كتاب في يدو وانا دخت ومدوزو ليا فوق راسي، تيبغي يبرأ الموقف ديالو كانه ما تعرضش الخدعه، ولكن تعرض للشعوذه، تعرض شي علاقه عندها علاقه بالجدول وعندها علاقه بالجن، انه كان ضحيه ديال هذا الاعمال هذه. اما هو مجرد خداع شي جرائم لسانيه باللسان، الاخر باللسان ديالو تستطيع باش يهيمن على ذاك الشخص وباش يستوحد على ذاك الشخص وباش يدي فلوس ديال ذاك الشخص. غير الضحيه تيربطها ما تيبقاش بيقدش يقول انا غير يهضر معايا وقال لي وفي الاخر عطيته الفلوس وداهم ليا، تيقول لا انا شفت في يدو واحد الحجاب ودوزو على راسي وعيني بقيتش تنشوف وجاتني الدوخه وما شعرت براسي درت تيبغي ذاك الموقف ديالو يبرئوا. النصب والاحتيال باسم البركه جرائم موجوده منذ القدم، ورغم من انكشاف جزء من كواليسها فعددها مازال مستمر والاسباب مختلفه، كيلخصها عالم النفس الاجتماعي في انتشار الفكر الخرافي في المجتمع المغربي. النصب والاحتيال هو ظاهرة إنسانية قديمة، أشكالها كتختلف باختلاف الثقافات. وإلا كنهضروا على السماوي وكنهضروا على الناس الكنوز فهذا خصوصية مغربية اللي ظهرت بواحد الشكل أو بآخر نتيجة غياب الوعي، نتيجة انتشار الإيمان بالخرافة، نتيجة انتشار الشعوذة والسحر، وأيضا نتيجة الفقر السائد داخل المجتمع المغربي التقليدي. السؤال هو علاش باقية مستمرة في القرن ال21؟ لأنه باقي مستمر الفكر الخرافي عند فئة من المجتمع المغربي، وهذه الفئة مع الأسف ماشي فقط في القرى، ماشي اللي عندها مستوى ثقافي نازل، كنقدروا نلقاوها في جميع الطبقات وفي جميع المستويات. من الناحية العلمية احنا كنعرفوا بأن المجتمع المغربي من خلال الدراسات الإحصائية اللي قمنا بها مع معية الطلبة ديالنا، المجتمع المغربي مازال عنده واحد التفكير خرافي،
وهذا التفكير الخرافي النسبه ديالو عاليه جدا، كتوصل حتى لنسبه 50% في بعض المناطق. وهذا دارت هذه الدراسه مؤخرا في 2013 في مناطق كتهم مجموعه من الخصوصيات الثقافيه المغربيه، سواء في الحاضره او في القريه او في المدينه، المدن الكبرى او المدن الصغرى، والاحصائيه ما كتنزلش على 50% ديال الفكر الخرافي. وهذا الفكر الخرافي فاش كيتجلى؟ وهو ان الناس هادو اللي تبتوا اللي كيشكلوا 50% لازال عندهم معتقد بالاشياء الخارقه، ولهذا النصب والاحتيال ديال السماوي وديال ما يسمى بالبحث عن الكنوز الوهميه كيلقى واحد الارضيه خصبه. علاش؟ لان باقي التفكير سائد في المجتمع المغربي، وهو انه غيرجع شي حاجه وتطيح عليه من السماء. كيامن بها الانسان المغربي، هذاك 50% كتامن ان غتجي شي حاجه وتطيح من السماء، انه غيجي واحد الراجل وغيعطي الله البركه على يديه، وشي شريف ولا شي واحد جاي من بويا عمر وغيحل الله الباب على يديه. هذه افكار خرافيه هي اللي كتكون الباب الكبير اللي كيتفتح من خلاله كيدخل النصاب. لكن شنو اللي كيقول القانون في هذا النوع من الجرائم، اي السماوي والكنوز؟ القانون الجنائي في الفصل 540 كيعرف هذه الجرائم باسم النصب، وكيعاقب من سنه ل5 سنوات، وغرامه ماليه من 500 درهم الى 5000 درهم. لكن الضحايا كيعتبروا هذه الاحكام والغرامات غير كافيه بتاتا مقارنه مع حجم الجريمه، كيف ما غادي ياكد لنا الكبير فلوس اللي فقد 360 مليون سنتيم في عمليه النصب. حكموا عليهم 4 سنين، و4 سنين ما قاداليش فيهم. انا بغيت لهم 20 عام، لان هو داو لي رزقي وديال وليداتي وديال احبابي كلشي داو وخلاوني ضحيه. التعويضات الغرامه باش حكمت لي المحكمه نصبر شويه نخلص فيها الدين. المشرع في اطار جريمه النصب والاحتيال حدد مده سجنيه وغرامه ماليه ما كافيينش حسب تعليق بعض الضحايا، بل كاين اللي كيعتبرها غير كافيه لردع هذا النوع من الجرائم، وبان هذه العقوبه مشجعه للمجرمين، خصوصا ان التعويض ديال الضحايا ما كاينش. نائب رئيس نادي القضاة بالرباط غادي يوضح لنا الامر لازاله اللبس. العقوبه بطبيعه الحال هي من سنه 5 سنوات، مع اذا توفر دور التشديد كيمكن تشد العقوبه بطبيعه الحال، بالاضافه الى الغرامه. التساؤل اللي كيطرحوه المواطنين، واش 5000 درهم اللي يحكم عليا المحكمه كافيه للتعويض ديالي؟ سيدي نتحدث على الحق العام، والحق العام هو ملي كيقتص من الجاني كياخذ الغرامه يحكم في الخزينه العامه للمملكه، ولكن الضحيه لا يحرم من حقه بالتعويض. وفي حق التعويض كتجي من المحكمه وكتطلب التعويض ديالك، والتعويض له شقين. التعويض يتمثل اذا تم الاستيلاء على اموالك فاسترجع الاموال، سرق لك 10 المليون رجع لك المحكمه 10 المليون الا تبتات، سرق لك الذهب ترجع لك الذهب، بالاضافه الى حقك في جبر الضرر. كيفاش تجبر الضرر؟ نعوضوك، هو التعويض نعوضوك بواحد القدر كتطلبوا انت من المحكمه، كتادي عليه 100 درهم ديال الصندوق اللي هي مصاريف قضائيه رسم جزافي، وكتقدرها في اطار السلطه تقدير العقوبه ديال القاضي، وكيحكم لك بالاضافه الى الرد الى التعويض. فبالتالي حقك ما يمكنش نقولوا وانا سرقت لي 10 مليون عطيته 5000 درهم، 5000 درهم فهي غرامه، اما حق التعويض كيقدر يفوق حسب الطلب ديالك حتى فوق 200 مليون حسب الطلب ديالك. اذا الشكايه بوحدها والدعوه من اجل جبر الضرر والتعويض ديال الاموال بوحده. الشكايه سيدي ليست قيدا للمتابعه في جرائم نصب واحتيال، فيد النيابه العامه او جهاز التحقيق والمتابعه مطلقه. تجيب لي الشكايه وتثبت الواقع، تشد السيد في حال التلبس وبناء على وسائل الاثبات كنشدوه كنتابعوه كنحيلوا المساله الى المحكمه، تصدر العقوبه بالغرامه. وبالاضافه للغرامه عند الحق الضحيه راه في اطار التشريع الجديد يتم تشريع مستاجين الجديد، يجب ان يشعر الضحيه المشتكي في سائر المراحل الدعويه بانه عنده الحق يتقدم بالتعويض كطرف مدني. وملي كيجي للمحكمه وكيطلب التعويض، فالمحكمه كتقدر التعويض الملائم لجبر الضرر. شنو هذا الضرر يجبر سيدي؟ وكتحكم له بتعويض مناسب، كتحكم له بتعويض مناسب حسب الضرر الذي لاحقه. فبالتالي الغرامه كتاخذها الدوله والتعويض كياخذوا الضحيه. بعيدا عن القانون غادي نتعرفوا هذه المره على كيفاش كيتم التعامل ديال رجال الامن مع هذا النوع من الجرائم. سؤال مباشر طرحناه من جديد على الضابط الممتاز السابق الخراز. هو اغلبيه ديال هذه الجرائم ديال السماوي حنا تنعتمدوا على التدبس.
اي تيكون الضحيه خبر في واحد الوقت وزيز اللي يمكن نتحركوا لأي مكان ويكون عطانا الاوصاف ديالو كامله، ولا لاحظ السياره ركبوا فيها سياره نوع ولا مرا كيديرها ولا كيديرها، حنا تنقوموا بواحد العمليه تمشيط في ديك الاماكن اللي وقع فيها هذه الجريمه هذه، وخص تكون فيها واحد السرعه باش نشدوا هاد الناس. الا انه الحمد لله اليوم الاداره العامه للامن الوطني داكشي عندنا واحد جدادات، وعندنا المحفوظات ديالنا لي زارشيف ديالنا اللي فيهم واحد مجموعه ديال المجرمين اللي قدروا تشدوا في هذا الشيء السماوي، واللي تنعاودوا نعرضوا على الضحايا التصور ديالهم تيكون دخول الحبس، لان تعرفوا كاين ناس يدخلوا الحبس يعاودوا يرجعوا لنا في الجريمه ديالهم، الاغلبيه سيتوا هذا المالين السماوي وهذا الشيء وهذا تنعرضوا عليهم وتنخدموا دي بورتري روبو الناس دي بورتري روبو باش تنقربوا الوجه ديال السيد كيفاش داير ومن هنا تنطلق البحث ديالنا في هذا الشيء هذا، لان السماوي عندنا حنا ولات الجريمه معروفه، ومن تولي الجريمه عندنا معروفه تولي البحث وطريقه البحث معروفه حتى هي. شحال تقريبا عدد هاد اصحاب السماوي على المستوى الوطني؟ انا نقول لك احصاء خاص ديالي، انا احصاء نقدر نقول واحد حتى ال 500 واحد، ما كاملاش ال 1000 اللي هما تيلعبوا ما بين المدن، وانا ديما تنقول لك راهم تيلعبوا ما بين المدن، ماشي كل المدن عندها ناس ديال السماوي خاصين بها، لا هما تيلعبوا في المدينه اللي ماشي مدينته، غادي باش نتفقوا عليها. هو ما يمكنش يلعب في المدينه ديالو فين كاين هو، فين كاين دارو سيارته، هو تنتقل لمدينه اخرى، اذا انتم تنتقلوا ما بين المدن اللي في هذه المدينه، في كازا يمشي يضرب في سطات، مراكش يضرب في وجده. هاد صحاب السماوي بالضبط تنقول صحاب السماوي راه متنقلين. الخساره اللي كتوقع للضحايا ديال النصب والاحتيال ما كتنحصرش فقط في الجانب المادي، بل حتى الجانب الصحي بدوره كينضاف لخانه الخسائر، امراض مزمنه وصدمات نفسيه حاده، كلها نتائج كترتب عن هاد العمليات ديال النصب. حسيت بصدمه كبيره وتمحنت فيها، وبقيت غادو كان كينضرب في خادي نضرب في وجهي، حتى مشيت للدار وسولوني قالوا لي ما، قلت لهم انا تنصبوا عليا، داو لي 2 مليون ونص. ومن تما بقيت مريضه دائما، ولا كيضرني قلبي، يطلع لي الطانسيون، وليت دابا ديما كندوز على الطبيب ديال القلب. دابا كنشرب دابا ديما كنشرب الدواء ديما. علاش اثر عليك؟ اثر ليا، بقى فيا الحال وما عنديش، وداك الشيء كنجمعهم من الجمعيات، وداك الشيء حطيتهم في البنكه، مشيت هزيتهم وعطيتهم ليهم بلا ما نشعر. فلوس كنتي مخليهم شي حوايج؟ كنت مخليهم باغا ندفعهم في بارتمان، وديك الساعه ملي مشاو ليا بقى فيا الحال، وبقيت مريضه من ديك الساعه لدابا، انا بقيت مريضه مصدومه. وليت مريض مشالي، ما كنقشعش وما كنعش ما كنعش ليل ونهار، ما كنعش ليل ونهار، ومريض في الحاله ديالي، ووليت مريض، وفي حاله اخرى في حاله السطيه وفي حاله المرض، هذا هو اللي عطى الله. وليت مريض، ما رجعت لخاطري حتى جاو تشدوا في السجن هذوك الجوج، ملي تشدوا في السجن فرد خاطري شويه هذوك الجوج، والاخرين بقاو هاربين. ولكن بقى فيك الحال على فلوسك والاملاك؟ على فلوسي باقي فيا الحال دابا الان باقي فيا فلوسي. واش الانسان لا خدم على فلوسه 40 عام على ديالو وكون وليداته وباغي نتكون وباغي ندير شي حاجه، انا جيت من لانتري بغا ندير شي حاجه، ما تليش ندير والو، ما تليش ندير شي حاجه. الغالب الله كلشي مرض، صحتي مرضت، كلشي مرض ليا، دابا انا مريض، كلشي مريض، كلشي وليت تندادي، النعاس ما تيجينيش، النعاس ما تيسناش، النعاس دابا الان ما تنعش، نعس ثالثه ديال الليل ولا ما نحكاش. علاش؟ لان على الفلوس ديالي تنبانش على الفلوس ديالي وما طرا ليا، تيجي داك الشيء لبالي وتيجي لبالي داك الشيء الاثر فيا، وكيتسني الدين وما استرد خرج الدين، والغالب الله. عدد الحالات اللي كيتم التبليغ عليها في مخافر الشرطه جد قليله مقارنه مع عدد الضحايا، والسبب هو ان معظم الضحايا كيفضلوا انهم ما يبلغوش عند الامن لاسباب مختلفه، كيف ما غادي يوضح لنا عبد القادر الخراز. هو على المستوى الوطني ما كاينش احصاءات ثابت اللي يمكن نثبتوا انا، يمكن نثبتوا الاداره العامه للامن الوطني، يمكن في الاحصاءات، ولكن انا تنقول في المدن اللي خدمت فيهم، خدمت انا في 8 مدن كبيره، تتكون الحالات 2 حالات 3 الحالات في الشهر، مثلا في الشهر تتكون، والناس كي اللي تيبلغوا تيبلغوا عندهم الجرأه والشجاعه باش تيبلغوا، تيمشيو عند الشرطه تيقولوا ما ودي سوق عليا، وكاين الناس اللي ما تيبلغوش، اولا تتكون بعض المرات امراه وقع عليها داك الشيء، تتقول لها راجلها، تتقول لك الراجل راه فيها طلاق، واش بدك تهضري معاه، واش بدك تكلميه، واش بدك تمشي معاه لالا كاع وتوقفي معاه في الطريق حتى دار لك هذا الشيء هذا. كاين الناس اللي تيخافوا من العائلات ديالهم ككل، كاين الراجل ما تيبغيش ولادو ومراته تعرفوا هذا الشيء تيسترعبوا، كاين الناس يحسوا بتشمتوا ما تيبغوش الناس يشمتوا فيهم، صيدوه وداروا لي طلق عليه واحد تيسكت،
اذا كاين الناس اللي تيبلغوا، كاين الناس اللي تيبروا لهذا الشيء اللي قلت لك في الاخير. بالنسبه لحمايه المواطنين من هذه الظاهره ديال النصب احتيال عن طريق السماوي، فهي كنهضروا في اطار حمايه المجتمع من الجريمه بصفه عامه. ما كيمكنش القانون بوحده انه يحد من الجريمه بصفه نهائيه. الجريمه عندما تصل صداها الى المحكمه يعمل القضاء جائدا لتحقيق الردع العام والردع الخاص. يعني كما كنقولوا باش ما يمكنش واحد اخر يشوف الاخر تعاقب ويرجع اللور ما يعاودش الجرائم من جديد. ولكن النصيحه التي اقولها لجميع الضحايا، لانه اغلب ديالهم الوعي ديالهم شويه كيكون يعني الثقافه القانونيه كتكون قليله شويه، فبالتالي الجاني كيلعب على هذا الضعف المعرفي عند هاد الضحيه وكينصب عليهم، كيستغل ديك اما الحب ديالهم للاستغناء والفلوس يربحوا بالزربه، ولا كيستغل ديك الضعف والوعي القانوني ديالهم. فبالتالي كتبقى التوعيه ثم التوعيه كتجي من المدرسه، كتجي من الجامعه، كتجي من الثانويه، كتجي من المنزل، وكيبقى الدور الفعال ديال الاعلام. لهذا البرنامج بالمناسبه كيلعب دور كبير في توعيه المواطنين، فبالتالي ما نغفلوش على الجانب الاعلامي والسمع البصري في التوعيه الظاهره من اجل محاربتها. اغلبيه المتدخلين اكدوا باللي من بين الاسباب الرئيسيه اللي كتخلي هذه الجريمه تعرف ارتفاع هو الفكر الخرافي اللي مازال منتشر بشكل كبير في المجتمع المغربي، وبالتالي خاص توخي الحذر وعدم التشبع بالافكار الخرافيه. رسائل أجزاء الحلقة بلا شك واضحة، واللي هي اتخاذ الحيطة والحذر. إلى هنا نقول لكم إلى اللقاء، موعد يتجدد على نفس القناة وفي نفس التوقيت.